استاذ محمد. استاذ محمود، اهلا وسهلا يا فندم. النهارده جايين نعمل حاجه كويسه، وجايين نتكلم بشكل ايجابي ونطلع نماذج ايجابيه وحاجه تفيد المجتمع. شايفين ان انت حضرتك عندك حاجات كويسه قوي، فاحنا هنتكلم مع بعض النهارده على الخطوات اللي انت عملتها في الفتره في حياتك يعني، ونشوف الرسائل اللي حضرتك عايز تقولها. بدأنا امتى؟ بدايتنا كانت سنة 2015. وده كان أول حاجة خالص نعملها في المجال بتاعنا. الفكرة جت إزاي؟ الفكرة جت إن إحنا عايزين نعمل حاجة جديدة، عايزين نعمل حاجة مختلفة شوية كبزنس يعني. كبزنس. فكرة إن أنت تبدأ حاجة زي تبدأ بزنس في الوقت ده، وكان في السن ده، وفي الإمكانيات كانت إمكانيات برضو مش بدأناش بالإمكانيات الواو. يعني أنت عارف حضرتك لما تيجي تبدأ بيزنس جديد بتبقى عامل حسابك في حاجات بسيطة قوي بتبدأ بيها، فبتبقى خايف قوي من أي حاجة تبقى تعوق البداية بتاعتك، توقف الفكرة. فكانت الموضوع ليه حسابات دقيقة جدا 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 في الأول. طبعا كان في خوف، وخوف كبير جدا في البداية، لكن الخوف ده كان بداية النجاح فيما بعد. يعني بعدين بدأنا سنة 2015 الحمد لله. كان ليا رؤية معينة في الشكل البراند نفسه. كان عندك كذا حاجة عملتها، ولا بدأت اللي انت فيه دلوقتي؟ يعني انت لا طبعا انا في، يعني انا اقول لك، احنا مش عايز اطيل عليك. انا من ساعة ما اتخرجت من الكلية، وانا خريج حقوق اسيوط. ايه اللي جاب حقوق للتجارة؟ ما ده بقى الغريب. تمام. زي اي شاب عادي لسه مخلص كليته بيبدأ بيدور ان هو يبدأ حياته العملية ازاي. طب انا بفهم في ايه؟ طب انا بحب ايه؟ طب انا هشتغل بالشهادة بتاعتي ولا لا؟ طب شايف البيزنس والاعمال الحرة هي طريق سهل وطريق حلو وافضل من التقليدي بتاع الوظيفة الحكومية كنت واخد القرار من الاول ان انت تشتغل بيزنس من بيزنس واعمال حرة من البداية؟ بص محمود، هو مفيش حاجة سهلة. يعني هو كبزنس او وظيفة مفيش حاجة سهلة. الساهل اللي هو ما بيتحركش، اللي قاعد في مكانه وما بياخدش اي مبادرة في اي حاجة. لازم يبقى فيه تعب او مجهود. هو دايما يقول لك المنطقة تحت الراحة دي هي التعب. بالظبط بالظبط بالظبط. فلكن لا طبعا كان في البداية خالص فكري ان انا عايز اعمل حاجة لنفسي. فهل هي بيزنس؟ هل هي وظيفة؟ فكانت اسهل حاجة في الفترة دي لا ان احنا ندور على وظيفة او حاجة زي كده. زي ناس كتير، ما مش هقعد استنى الوظيفة تيجي لحد عندك. فبدأت اتحرك، بدأت اشتغل حاجات بيزنس خاص بيا. كانت عمليات يعني على ما اتذكر كانت حاجات كانت في الرخام، لان انا عندي اهلي بعيد عن التخصص دلوقتي. بعيد عن التخصص خالص. انا بدور اتعلم في حاجه، انا بدور اتحرك. انت عايز تتحرك، انت عايز تنطلق. فهمنا، عايز تعرف الدنيا فيها ايه، عايز تعرف السوق فيه ايه، عايز تعرف الحياه العمليه بدايتها منين. فده اللي كان قدامك ساعتها، ده اللي كان قدامك، ودي كانت الادوات اللي انت ممكن تشتغل عليها. كان اخدت كام عمليه تركيبات رخام، وتعرفت على مهندسين ديكور، وبدانا ناخد عمليات تركيب رخام وتوريد رخام. لكن فكر البيزنس ده موجود معاك من زمان؟ من بدايه يعني انا اهلي كلهم في البيزنس من زمان خالص. يعني جدود يعني من ناحيه الوالد ومن ناحيه والدتي. برغم ان الوالد اكاديمي، والدي ووالدتي الاثنين اكاديميين فعلا، اساتذه الجامعه، بعيد تماما عن عالم البيزنس. وشجعوك جدا 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 جدا. محدش كان عنده تحفظ في البدايه خالص، بالعكس انت تدخل في مجال البيزنس والمخاطر والريسك اللي ممكن تقابله. ما كانش حد واقف معاك ما كانش حد واقف ضدك لا بالعكس. اصل هي حاجه، اصل هو الموضوع ما فيهوش حاجه ان هي ممكن تكون تخوف. بالعكس، هم وقفوا معاك ودعموك نفسيا ومعنويا كويس جدا جدا جدا. وبدات بعد كده ان انا يعني دخلت في بعض الوظائف، ومنها انطلقت بعد كده. لا قلت لا استوب كده، خلاص كده تمام. انا هركز في حاجه تخصني بقى. حاجه معينه بالظبط. لقيت اللي انت شايفه واللي انت محتاجه الفتره اللي فاتت، ولا محتاج ايه اللي محتاج تطوره
عشان توصل للي انت عايزه. كل واحد بيبقى عنده حاجة وهو اللي الوحيد اللي هو عارف عايز يوصل لفين. انت وصلت لغاية فين؟ احنا كانت بدايتنا زي ما قلت حضرتك، عايزين نعمل حاجة كويسة، عايزين ان احنا نبدأ نكبر البراند شوية شوية. الخطوات كانت محسوبة، مش شطارة ان انا امشي خطوة خطوة، لا يعني احسب حساباتي كويس جدا. ما ينفعش ان انا انط نطة كبيرة جدا مرة واحدة، لكن ده كان زمان. دلوقتي رؤيتي واللي انا نفسي فيه طبعا، انا امنية حياتي الانتشار. لا مش الانتشار، التصنيع. انا شايف في اسيوط فرصه كويسه، برغم ان الصعيد لم يجرف وفرصته قويه جدا. وفي احنا شايفين دلوقتي يمكن الدوله الدعم اللي بتوليه الدوله في القطاع التصنيع وقطاع التصدير. يمكن شايفين الفريق كامل الوزير والخطوات اللي بيعملها اللي هي بشكل بتجيب مردود عالي جدا. فانت شايف ان احنا عندنا هنا في اسيوط فرصة ان احنا نعمل تصنيع ملابس. اسيوط في مجال الملابس لو بدأنا في عملية تصنيع هي ارض خصبة جدا جدا جدا. لو عملنا البداية دي تكون في محافظة اسيوط. محافظة اسيوط هي تعتبر سنتر الصعيد، وتعتبر منارة للصعيد يعني بالنسبة للصناعات. احنا النهاردة عشان خاطر ناخد اي خطوة في مجال الملابس، احنا بعاد قوي دلوقتي عن اي مدن الصناعة اللي هي تخص المجال ده. الملابس مفيش في اسيوط خالص. مفيش في اسيوط، مفيش مصانع ورش. مفيش في الصعيد، يعتبر ورش صغيرة، حاجات بسيطة جدا، ورش صغيرة جدا. طبعا ما بتطلعش الانتاج، ما بتطلعش الجودة، ما بتطلعش الحاجات اللي تقدر تنافس بيها دلوقتي في اسيوط. فانا اللي بتكلم فيه ان احنا لا احنا وفي نقطة تانية يعني حجم الطرق زي ما حضرتك بتقول، اسيوط اتوسطت وسط الصعيد بالظبط. النهارده احنا الطرق، حجم الطرق وسهولته النهارده محافظة الوادي الجديد قريبة جدا منك كسوق، وسوق كويس جدا. محافظات سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، كلها دي محافظات قريبة منك جدا كسنتر. بالظبط. لو قدرنا نوصل نعمل كمصانع هنا في اسيوط، ايه اللي انت محتاجه عشان تبدأ حاجة زي كده؟ يعني ايه اللي انت شايفه محتاجه في الفترة اللي جاية عشان ابدأ اعمل حاجة زي كده؟ بداية اي مشروع وبداية اي بيزنس جديد، مش هنقول رأس المال، طبعا رأس المال ده لازم يكون موجود أكيد. ولكن بجانب رأس المال انت لازم يكون عندك كادر بشري على دراية مشكلة العنصر المدرب جدا 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 جدا. العنصر البشري والايدي العاملة عندنا كتير جدا، وناس ممتازة وناس تقدر تشتغل، بس عايزة حاجة تقدر تستثمر فيها في الوظيفة بتاعتها دي او الحرفة دي بالذات. لان هي ممكن تتنسي، ممكن يتدرب ويعمل شغل كعمالة زي كده. بالظبط. لكن احنا جاهزين لحاجات زي كده؟ لا بصراحة مش جاهزين. لا. فعايزين عندك بص، عندنا مشكلة كبيرة جدا 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 دلوقتي في ان انت تقدر تجيب ناس تشتغل. الناس عايز تشتغل كتير جدا. بتعاني من الموضوع ده في المشروعات في افرع بتاعتك كتير موجود؟ كتير بتعاني كتير. احنا عندنا وظائف كتير. كذا حد يكلمني يقول لي في مشكلة، احنا عايزين عمالة في الافرع بتاعتنا والمشروعات بتاعتنا، في بتقابلنا مشكلة كبيرة جدا في الموضوع ده عندنا وعند غيري. كنا لسه بنتكلم قريب انا ومجموعة من الاصدقاء. يعني السبب ايه؟ السبب دلوقتي اي حد لسه متخرج كلية عايز يشتغل، ياخد مرتب قد كده، يقعد على مكتب، هتمشيني الساعة كام، هاجي الساعة كام، طب اجازاتي قد ايه. بس طب انا فاهم في ايه، طب انا اعرف ايه، طب انا بحب ايه. ده نموذج مكرر قدام كتير جدا، نموذج جدا جدا جدا. طب نقدر نتغلب على النقطة دي ازاي نقدر نجذب العمالة دي، او نجذب الناس دايما تمشي كده في وسط البلد وتلاقي دايما على كل محل مطلوب كذا مطلوب كذا، اليافطة دي مكررة. النقطة دي نحلها ازاي بقى؟ هل هو مشكلة في صاحب المحل، ولا المشكلة في الشاب اللي جاي او البنت اللي جاية تشتغل؟ ايه المشكلة في كده؟ بص، هي المشكلة في ممكن تكون في الاثنين، فيهم عامل مشترك، ولكن العامل الاول
بالنسبه اللي جاي طالب الوظيفه، الوظائف موجوده كتير جدا، في شركات وفي محلات وفي مراكز، لا الوظائف كتيره جدا، لكن الشباب هي اللي مش عايزه تاخد خطوه. استاذ محمود، احنا كنا لسه في الكليه وانا وزمايلي وناس كتير جدا زينا بندور ان احنا بنشتغل فتره الاجازه. خلاص دلوقتي خلاص يا محمد مش هنلاقي الموضوع ده. احنا عايزين دلوقتي نقدر نعالج الموضوع. النهارده لما نعرض قدام صانع القرار ونيجي نقول احنا محتاجين مجموعه من الشباب هنعملهم تدريب معين وحاجه معينه على شفت حضرتك مدرسه في مدارس للبراندات العاليه عملت مدارس ليها بالزبط. عشان تتغلب على النقطه اللي حضرتك دي. أيوة. كبياع تجزئه. ايوه غير المصانع. احنا ايه المشكله اللي نقدر نخاطب بيها دلوقتي صانع القرار والاجهزه التنفيذيه تساعدنا ازاي في ان احنا نتغلب؟ هل فكره التوظيف والمؤتمرات اللي بتتعامل على هل دي مش ذات جدوى دلوقتي؟ بالعكس ذات جدوى جدا. الفترة اللي فاتت كان في مؤتمرات توظيف كانت بيشتركت فيها شركات كتير جدا جدا. احنا جداً محتاجينها دلوقتي كتير. بص هي لازم تتعامل بصفة مستمرة. ليه؟ كتير من الشباب بتبقى مش عارفة اروح فين. تمام. مش هيمشي هو يبص في الشارع المكان ده حاطط يافطة، هو مش فاهم الدنيا فيها ايه جوه. حاجة كده للتوظيف. طبعا تمام. محتاجين نعمل حاجة للتوظيف. ايه الخطوة اللي بعد كده اللي في اللي انت نفسك تعملها كمصنع؟ الخطوه بعد كده بعد التصنيع بقى ان انت ممكن تبدا بقى تفكر في ان انت تصدر بقى شغلك بقى. دي بقى المجال صعب جدا وفيه منافسه من دول تركيا واخده خطوات كتير جدا. هل احنا نقدر في الفتره اللي جايه نجني ثمار؟ خلي بالك احنا الفتره اللي فاتت اهلنا الدنيا واهلنا البلد اللي حضرتك بتقول. عملنا بنية تحتية كبيرة جدا، موانئ على أعلى مستوى، طرق على أعلى مستوى، مدن صناعية. بنكسر البيروقراطية في وجود الفريق كامل الوزير على رأس وزارة الصناعة من خلال الخطوات اللي بتتعامل لاستخراج التراخيص كذا. الأجهزة التنفيذية بتساعد. النهاردة عند حضرتك جهاز تنفيذي على أعلى مستوى بيسعى. اي حد عنده مشكله بمجرد ما بتروح للجهاز التنفيذي بيقول لك اهلا وسهلا. المشكله فين بقى؟ عشان نتحرك لقدام ونقول احنا عايزين نعمل كذا. لا بالعكس، انت حليت كل المشاكل. يعني بالكلام اللي حضرتك بتقوله هي ده الواقع. انت حليت كل المشاكل فعلا. كان كل مشاكل رجال الاعمال زمان يقول لك المدن الصناعيه بتعاكس الهيئه التنميه الصناعيه مشكله كده. النهارده كل الناس بتقول لك اهلا وسهلا بالظبط. والنهارده زي ما بنشوف يعني التصدير على راس اولويات الدوله المصريه. ده حقيقي. كل الحاجات دي احنا ليه ما نتحركش بقى؟ انا اقدر اتكلم في الحته اللي تخصني. حضرتك لسه حالا بتقول نقدر ننافس ازاي وفي مجال الملابس السوق التركي في اسواق كبيره جدا. انا اتكلم في الحته تخصني اللي هي بقى ايه؟ جوده الكواليتي دلوقتي بالنسبه للمنتج المصري مع المنتج المستورد. من زمان وكنا بنحب قوي نشتري الحاجه المستورده طبعا، ونجيب المنتج المستورد وبيتحط بيبقى ليه قيمة عالية جدا. عقدة الخواجة قدرنا نفكها. بالظبط، قدرنا نفكها. احنا النهاردة عندنا منتجات فعليا ما تقدرش انك انت تفرقها عن المستورد. عندنا النهاردة آليات وتقنيات موجودة في مصانع الملابس تنافس اي حد ممكن بيجيب منتج من بره. حلم مصنع الملابس في اسيوط امتى نقدر نقول احنا خلاص؟ يعني احنا كنا بنقول كانت من ضمن الحاجات الفرص الموجودة داخل محافظة اسيوط الفرص الزراعية، منتج الرمان، منتجات الموالح، كل هذه منتجات كانت اسيوط كفرص زراعية كانت متميزة بيها. النهاردة احنا بنقول مصنع الرمان على بعد خطوات. كان حلم بالنسبة لنا حقيقي مصنع الرمان، النهاردة خلاص على بعد خطوات. امتى نقول مصنع ملابس جاهزة في اسيوط بكواليتي عالي جدا يقدر ينافس
وعندنا سوق كبير جدا اسيوط والمحافظات اللي جنبينا، نقدر نعمل حاجه زي كده. طيب اول حاجه طبعا احنا لازم نوفر الكادر البشري. العامل البشري مهم جدا جدا، لازم يتدرب، لازم يتدرب تدريب كويس جدا. مفيش مشكله ان ممكن ان انت تجيب مجموعه من الخارجين مثلا او اللي هم محتاجين يشتغلوا في المجال ده ويخشوا في مكان ما كتدريب مش كوظيفه. زمان كنا بتطلع الجماعه بتوع اصحابنا بتوع كليه التجاره بيطلع يشتغل، ما هو انت ياخد تدريب في بنك او حاجه، انت كان صاحب عمل. طب ما نقوم بالموضوع ده. عملتها كتير، عملت ده كتير جدا جدا. بيبقى طلبه وبيجي بيقول لي لا انا عندي مثلا بشتغل في فتره الدراسه، فحابب ان انا اتعلم حاجه جديده، حابب ان انا افهم حاجه جديده، فممكن ان انا افهم دي. طب دي تتعمل ازاي؟ دي بتيجي ازاي؟ طب البيع بتبيعه ازاي؟ طب تعالى نقعد مع بعض. بيقف مع حد مثلا من التيم اللي موجود معانا، بتقدر ان انت تبيع ازاي، تقدر تعرف تعرض المنتج بتاعك ازاي بشكل يليق بالمكان اللي انت فيه ويليق بالمنتج اللي انت بتبيعه، وان انت تاخد يعني خبرة ان انت تقف اصلا قدام العميل وتشرح له قد ايه المنتج بتاعك ده فعلا يناسبه. احنا هنا سوق كبير جدا. احنا الحجم السكان عندنا في اسيوط داخلين على 5 مليون، ومحافظات الصعيد اللي جنبينا انت يعني اعداد كبيرة جدا، طاقة بشرية كبيرة جدا. ان انا اقدر ادخل واجيب من مناطق ومراكز قريبة مننا واجيب الشريحة اللي حضرتك بتقولها، اعتقد دي سهلة جدا. التعليم الفني سهل جدا ان احنا كوزارة التربية والتعليم وتعليم فني ممكن يساعد معانا من خلال المدارس. في بعض المدارس الثانوية الفنية اللي فيها بنات زي الفل وشباب زي الفل، ممكن يطرح ان يبقى في ورش عمل زي ما حضرتك بتقول كده، على ان هم نستقطب بعض المجموعات منهم ان هم ييجوا يشتغلوا في المصانع دي او الشغل بتاعنا ده. اعتقد ده هيساعد معاك. يبقى طبعا وزارة التربية والتعليم من خلال التعليم الفني، ايوه، ومشاركة ومساعدة الجهاز التنفيذي، وهو مش هيتأخر معانا طبعا خالص، هنقدر نعمل الحاجة اللي احنا بنقول عليها دي ونطلع. لكن قريبين نقدر نعملها ان شاء الله باذن الله. حلم حضرتك ان شاء الله ده طبعا حلم. طبعا غير الافرع اللي احنا شغالين فيها مكة. احنا عندنا كم فرع؟ احنا مكة فرعين. الفرع الاولاني كانت بدايته سنة 2015 والحمد لله كان عمل نجاح كبير جدا. احنا هنقف عند كده وهنبدأ مش عايزين، انت مش عايز تتوسع في الافرع، انت عايز المصنع دلوقتي. احنا بص يا استاذ محمود، موضوع ان انت تتوسع في الافرع هو مش شطارة. البيزنس لما يبقى صغير ومحكوم شوية يبقى دمه خفيف، تقدر ان انت تنجح فيه، تقدر ان انت تبدع فيه. النهارده لما انا افتح فرع في اسيوط وفرع في بني سويف وفرع في سوهاج، ممكن ان انت تقدر تتابع ده وكل حاجه، ولكن الموضوع مش بالسهوله دي. النهارده البيزنس لما يكون تحت ايدك وتحت عينيك ومحكوم بشكل كويس جدا وعارف حلمك كرائد اعمال مصنع. طبعا حلو. طبعا فده اللي بيخليك بطيء قوي في موضوع التوسع في الافرع بتاعتك. التوسع انا مش ضد التوسع، ولكن امتى انا اتوسع؟ لما يكون انا مثلا عندي فرع خلاص المكان ده عارف انت الطفل الصغير خلاص كبر وعرف يمشي كويس وعرف يذاكر وعرف يعمل يعني يقدر ان هو يعتمد على نفسه. خلاص المكان اتعرف ومكان اعتمد على نفسه، مكان بقى ناجح، المكان بقى مش محتاجك خلاص. تمام، خلاص انت كده ظبطت الدنيا بتاعتك وظبطت المكان بتاعك، مش محتاجك خالص. ابدأ بقى شوف اللي بعده. او ابدأ نمي فيه. قبل ما تشوف اللي بعده ابدأ نمي فيه بالزيادة. تمام، نبدأ بعد كده نشوف اللي بعده ايه. نبدأ ان احنا نفتح فرع جديد سواء في محافظة اسيوط او في مكان تاني او في محافظة تاني. رسالتك للشباب ايه؟
ورسالتك للجيل اللي طالع ده. الرسالة الفرص او الرسالة اللي انت تحب توصلها من خلال التجربة بتاعتك. رسالتي للشباب ما تقفش تستنى الوظيفة تيجي لحد عندك، مش هتيجي لحد عندك. ما تقفش تستنى الفرصة تيجي لحد عندك. اعتقد الجيل ده ابتدى يستوعب المساحة دي ومساحة الريسك بتاع البيزنس. اعتقد ابتدى يوصل لها. هو محتاج تشجيع بس. احنا من خلال، هقول لك بجد، احنا من خلال البودكاست اللي احنا بنعمله ده، ومن خلال يمكن تواجد حضرتك، احنا بنطرح وبنقول لكل الناس او كل الشباب، اي حد عنده فكرة، اي حد عنده مجرد فكرة، ابدأ. واحنا نساعدك. هي البداية بس، احنا نساعدك بالظبط. شوف اللي نقدر نساعد بيه بالظبط. لو تقدر توجي وتتكلم وتقول انا عندي فكرة كذا، وبتطرح فكرتك ومحتاج حد كتمويل، احنا بنطرح تيجي وتقول يا جماعة انا عندي دراسة جدوى عن كذا كذا كذا، وبس ينقصني التمويل او ينقصني الاجراءات الادارية. كل الحاجات دي تطرحها احنا من خلال البرنامج اللي احنا بنتكلم فيه، يمكن فكرتنا مع البودكاست اللي احنا بنعمله. ورسالة للشباب كلها في سن زي ما حضرتك بتقول، ابدأ وجرب وخد الريسك، ما تقلقش خالص. ودايما الحياة محتاجة المعافرة، الحياة محتاجة ان انت تجرب، الحياة محتاجة ان انت تاخد خطوات ايجابية بشكل ايجابي ليك. الحياة محتاجة ان انت تجرب، مش مشكلة، جرب ووقع وقف جرب زي ما حضرتك بتقول. لو انت شوف انت بدايتك كانت شكلها ايه وبدأت ازاي، واعتقد تعثرت كتير وكان في حاجات كتير بالنسبة لك، لكن نفس النقطة، الرسالة نهائية للشباب. اول حاجة رسالتي للشباب، اول حاجة انت تدور عليها لنفسك عشان تبقى ناجح. كم حاجة كده هقولها دي لازم تاخد بالك منها، عشان خاطر لو وقعوا منك واحدة فيهم الدنيا هتقع معاك. رقم واحد، مين اصحابك اللي انت ماشي معاهم؟ تمام، ده رقم واحد. حلو. اصحابي اللي انا ماشي معاهم، هل هم برضو بيدوروا على وظيفة زيي؟ هل هم بيدوروا ان هو يطور من نفسه؟ حلو. هل هو بيدور ياخد كورس في حاجة معينة، تدريب. ينمي نفسه، تدريب. ينمي مهاراته، ينمي قدراته؟ صحيح. ده رقم واحد. رقم اتنين، احنا دلوقتي اسهل حاجة بالنسبة لنا طول ما احنا قاعدين ماسكين الموبايل، ايه الريلز انت بتتفرج عليه؟ هل الريلز حاجة محتوى فعلا بينميك، ولا بتقعد بتتفرج على ضيع وقت على الراجل اللي هو بيكب الازاز من فوق عشان لحد ما يتكسر، لحد ما ينزل على السلم من تحت؟ بتضيع وقت بالظبط. واخد بالك؟ تالت حاجة، الافلام اللي انت بتشوفها هي حاجة فعلا فيها قصص نجاح، حاجة فيها رسالة، هدف. واخد بال حضرتك؟ الحاجات دي انت لو بصيت فيها ونمتها فيها اكيد هتبقى ناجح. طيب هنقف لغاية كده، وعلى وعد ان شاء الله هنستكمل مع بعض الكلام ان شاء الله بإذن الله، ونطلع حاجة كويسة ونقول للناس عندنا نماذج كويسة اهو. شكرا استاذ محمد، وجودك معانا النهاردة بجد استمتعت بالمناقشة مع حضرتك. اعتقد وجبة خفيفة للشباب ورسالة للشباب، للناس تشتغل. انا سعيد بحضرتك وسعيد بوجودك معايا النهارده. انا اسعد يا فندم، ربنا يبارك بحضرتك، شرفت بيك. شكرا ليكم، وان شاء الله ده بودكاست، ان شاء الله احنا حابين نقدم محتوى، على وعد بلقاء وحلقات كتير جدا ان شاء الله. هننتظر تعليقاتكم وتفاعلكم معانا علشان نقدر نقدم محتوى هادف، محتوى يفيد المجتمع، محتوى يقدم نماذج قوية جدا للمجتمع في الفترة اللي جاية. احنا بالفعل محتاجين نماذج إيجابية في المجتمع في الفترة اللي جاية. شكرا لحضراتكم.